ماتش المصري وطلائع الجيش مباراه كانت مهمه جدا جدا من حيث تحقيق المكسب والثلاث نقاط بالنسبه للعيبه والجمهور ومجلس الاداره والجهاز الفني. كل الكلام ده مفيش فيه اي مشكله، وكان مهم اكتر ان انت تحقق المكسب الثالث ليك على التوالي، لان زي ما اتفقنا قبل كده ان الانتصارات المتتاليه دايما بتعمل استقرار ودايما بتدي فرصه واريحيه للجهاز الفني والمدرب ان هو يشتغل ويتحرك في الفرقه زي ما هو عاوز. الفرقه للاسف بتقل مش بتزيد، رغم ان انت كان عندك فتره توقف كانت كفيله او كانت كافيه على الاقل ان انت تصحح من خلال الاخطاء اللي انت وقعت فيها الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. انت على الورق ما بتلعبش حد، مع احترامي لكل الفرق، الفرقه الوحيده اللي انت لعبتها ممكن ان انت تتقارن معاها النادي الاهلي، وشفنا الفرق في الاداء وفي المستوى وفي النتيجه كان عامل ازاي. الفتره اللي جايه هتبقى فتره صعبه، هتخش بقى على مرحله تجميع النقاط بالنسبه للدور الاول، وهتخش على مرحله توقفات كتيره بالنسبه للاجنده الدوليه، وعندك بقى بطوله افريقيا مع المنتخب، وعندك دوري ابطال، وعندك سوبر ليج افريقي، وعندك كاس عالم انديه، وعندك كونفدراليه. هيبقى في مشكله لو انت ما قدرتش تجمع عدد نقاط كويس، هيبقى عندك مشكله. فالماتشات اللي جايه الليفل بتاعها هيبقى اصعب من اللي فات. انا ما عنديش مشكله خالص مع كابتن علي ماهر، بالعكس انا بتكلم على الفرقه وانت واقف على رجلك، انا مش مستني لما الفرقه تخسر عشان نطلع نتكلم، لا بالعكس احنا بنتكلم والفرقه بتحقق نتائج ايجابيه وبتشتغل بشكل كويس. بس مهم جدا وانت بتكسب ان انت تحط ايديك على نقط الضعف اللي موجوده عندك وتبدا ان انت ترتب اوراقك واحده واحده. انا شخصيا لو انا اول مره هتفرج على الفرقه هقول ايه الفرقه اللي بتلعب بشكل عشوائي؟ انا مش شايف اي حاجه تدل ان الفرقه بتلعب 4-3-3، مفيش سيستم واضح. هل مثلا حد شاف ان في جبهات مثلا ما بين الباك ولاعيب نص الملعب والجناح؟ هل مثلا حد شاف ان في تمركزات في نص الملعب ما بين الثلاثه دول اللي احنا دايما بنقول ان دول عصب الفرقه او دول العمود الفقري بتاع اي فريق؟ هل مثلا حد بيشوف اي زيادات من الاثنين دول اللي هم الثمانيتين بتوع نص الملعب؟ هل حد بيشوف اي اختراقات من الناس دي كده بالشكل ده؟ بتشوف على استحياء. طب هل حد بيشوف كرات عرضيه من الباكين؟ برضه بتشوف على استحياء. ممكن حسين السيد شويه، انما الراجل ده خايف، هو مش عايز يغلط الغلطات اللي كان بيغلطها قبل كده، وده كويس ان هو بيعمل شغله الاساسي. يعني هو بيعمل شغله الاساسي، لازم بقى في ناس ثانيه تعوض الكلام ده، اللي هي لعيبه نص الملعب. عندك مشكله في الحته دي، توظيف اللعيبه. محمود حماده مش لعيب رقم 6 خالص، مش لعيب رقم 6 خالص، هو لعيب كويس، لكن هي الفكره ان هو مستواه قليل الفتره دي او لسه ما انسجمش مع الفرقه. ده بجانب ان اللي بيلعب جنبه برده مش مساعده. انت النهارده بتتكلم على الياس الجلاصي بتلعب ناقص واحد، الماتش ده والماتش اللي قبله لازم يراجع حساباته، ولازم يبقى فيه منافسه بقى. كابتن علي ماهر يبدا يدي فرص للناس عشان يدخل اللعيبه في الفرقه، ويبدا يحسس اللعيبه ان مفيش اساسي ومفيش احتياطي، محدش ضامن مكانه. فبالتالي الكلام ده يريحنا انا كمدرب. سمير فكري بيحاول، رغم ان بيجي عليه اوقات مش احسن حاجه، بس بيحاول وبيعافر وبيبقى عايز ان هو يعني يشتغل كويس، بس هو مش هيلعب لوحده، لازم الفرقه يبقى واضح ملامحها والمعالم بتاعتها. انا بحضر يبقى عندي انتشار كويس بالشكل ده، عندي انتشار كويس بالشكل ده، 2 سنتر باكين والاثنين اللي موجودين عندي على الاطراف يبقى شكل كده، بلعب زون ديفنس يبقى شكل كده، ما عنديش اي مشكله خالص. لازم ده يبقى شكلي، اهو الناس كلها تبقى تحت الكوره والناس كلها ملتزمه بالشكل ده، ويبقى عندي تحولات بقطع وبجمع لعب وبعمل استحواذ وبلعب في المساحات الفاضيه اللي انا بخلقها لنفسي. الرباعي خط الظهر بيشتغل بالمنظر ده، وتلاقي كل المساحه دي فاضيه، يا اما المصري لو بيهاجم او حتى بيدافع بيشتغل بالشكل ده. لو انت بتلاعب اي فرقه النهارده بالمنظر ده والهجمات المرتده اللي كانت بتيجي عليك بالشكل ده، لا كان هيبقى عندك الموضوع صعب. فبالتالي لازم الكابتن علي ماهر يبدا يصلح الاخطاء دي. تغييرات كمان، انت عندك لعيبه وعندك حلول كتيره موجوده في الفرقه، لازم تستخدمها ولازم تجهزها. يعني لازم الناس دي تجهز الفتره اللي جايه ان انا ما عنديش اساسي واحتياطي.